عاملين ايه وفيديو جديد. نفضل ورا العربيه دي اما نجيب اخرها ان شاء الله. جميع الاعطال مش هخليك ايه يعني، مش هخلي صنايعي يشتغل. هقول لك تعمل ايه ماشي. فوق وحيد كده غير الحمد. النهارده هنتكلم على عطل لندة الزيت لما ترعش في الطابلوه. طب ايه ترعش ليه؟ هي مش مصباح علاء الدين. لو الخواجه عاملها لك مش مصباح علاء الدين. هي لندة الزيت لما تنور وفوق في لندة الزيت اللونات كلها لندة الدينامو ولندة البطاريه اللي هي الدينامو يعني. اول ما تدور لونها كلها تطفي. في لندة منوره عندك خلل. هنتكلم على لندة الدينامو بعد كده مش دلوقتي. يعني النهارده هنتكلم على لندة الزيت. نورت لك ده ما مش مصباح علاء الدين هيطلع لك يحقق امنياتك يعني. ما نطولش عليك. بترعش معاك يا باشا، انا غيرت الزيت واللمضه رعشت معايا. انت حطيت زيت وحش اوتوماتيك، ارجع شيله على طول. ما اقول لي انا دافع 700 800 جنيه هتلبس موتور 30000 جنيه. طب وليه؟ معلش. وقلت 100 مره ما تشتريش زيت من محلات. خد زيت من محل ثقه اللي هو بنزيمات، وبنزيمات ثقه يعني اساميها مسمعه. ما تجيبش من محل، هتجيب من محل هتزعل. جميع انواع الزيوت مضروبه، انتوا فاهمين، تحت بير السلم. ولما تغير زيت اخرم الجيركن قطعه عشان ما تبليش حد بيه. بص يا باشا، طب ايه يا عم ابو وحيد اللنده بتنور ايه؟ اول حاجه هنعملها هنبص على الساعه. دي ساعه الزيت. الساعه دي يا تجيبها استيراد يا ما تجيبهاش. هتقول لي انت عشان بتاع استيراد يعني. لا، اللي موجود في السوق صيني مش شغال. موجوده في السوق صيني مش شغال. هغير الساعه. اول حاجه طبعا اشوف الفيشه. غيرت الساعه والعيب زي ما هو. طب وبعدين ده كده الصنايعي بيقول لي انت هتخش في السبيكه. هنخلينا واحده واحده نشوف الصنايعي كلامه صح في الاخر ولا لا. المصفى بتاعت الزيت هنفك الكارتيره بتاعت الايه؟ بتاعت الموتور. المصفى دي لو مسدوده وفيها روايش تنور معاك اللمبه اهي. يبقى احنا كده تاني حاجه ايه؟ المصفى. طب يا عم ابو وحيد المصفى طلعت سليم، انا فكيت الكارتيره خلاص هغير ترومبه. يعني ايه ترومبه؟ ممكن يكون ضغطها ضعيف. خلي بالك انا معاك واحده واحده، مش عاوز ادخلك في الموتور ولا عمره. خلي بالك احنا هنمشي مع العطل واحده واحده. هنغير ايه؟ ترومبه يا تجيبها اصلي جديده يا استيراد من حد ثقه. ما تجيبليش قطعه غيار من صنايعي فاتح ورشه. انا بقول لك لو فيها الخير ما كانش رماها الطير. هو واخدها من واحد غيره، وانت عارف في ناس كتير بيسيب الحاجه بعد ما يسيبها يلبسها لك. يا تجيبها من حد ثقه بتاع قطع غيار استيراد، يا تجيبها لي جديده اصلي مش صيني. مش عشان الراجل بتاع استيراد بقول لك خدها مني، لا، يبقى تجيبها اصلي اللي هي الكوري اصلي. والله يا عم ابو وحيد انا غيرت الترومبه وعملت اللي انت قلت عليه وغيرت الدنيا كلها واللنده بترعش. ازود بنزين تطفي. طب ايه الحل بقى؟ الحل ده انا سايبه لك للاخر، مش عايز اقوله لك يعني. بس هو للاسف كده ما انت دخلت في سكه سبيكه. السبيكه بتهرب بتاعت الموتور. طب ايه الموتور ما بيدخنش معايا؟ الموتور فل ما بياكلش زيت. تروح لصنايعي ابن حلال ويتقي ربنا وفك الكارتيره من تحت يطلع لي عمود الكرنك ويروح للخراط يظبطه. لو في ركبه مهربه ولا حاجه اجيب طقم السباكه الحلو اركبه اقفل كارتيرتي. ما اجيش عند فوق على خالص. لكن عندك المكنه طلع دخنه بيضه وبتاكل زيت، يبقى انت كده هتخش في عمره او تخش لي في سكه ايه؟ تجيب شورت بلوك تعمر بتاعتك، تجيب شورت بلوك بتاعتك. انا بسيبها لك انت ايه؟ براحه راحتك. اياك اكون افدتكم بحاجه بسيطه. لندة الزيت لما ترعش ما تسيبهاش. زي ما قلت لك الزيت تعبان غيره. يعني انا اللنده رعشت اول ما غيرت الزيت، يبقى انت جايب زيت وحش، زيت مضروب. يعني انا لسه مغيره امبارح يا حاج. يا باشا خلاص فض وارمي. مش عشان هتستخسر 600 جنيه هتلبس. هي ما كانتش بتنور قبل الزيت، نورت اول ما غيرت الزيت. خلاص انزل الزيت واجيب من حد ثقه. وربنا يكفينا شر مستخبي يا رب ويكفيكوا شر العربيات. فيكم ابو وحيد قطع غير الحمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.